لازم تروح للدكتور. انا ما اعرفش هو ماله او ربنا يعافيه، ما اعرفش فيه ايه، بس يعني فهمينا. طيب انت فيديو كده دور يا ابني الكاميرا، انا بحبك، لازم تروح للدكتور. والواد واقف فاهم. يرضيكي ويحسن ما بين ايديكي. طب مش عارفك انها بتذاكر، يمكن بتكتب مثلا وصيتها عشان هتنتحر، فاهمه؟ فانت كده جددتيها اكتر، فاهم؟ طب والله ما كاتبه وهنتحر، واعرفوا السبب بقى انتم من نفسكم، انا مش عايز اعرفكم اسباب اصلا. سيبك من سن وسنك اكل عالسكه. السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير كده وامارات، فاهم؟ وعاملين لايك. اهم حاجه تعمل لايك بعد اذنك، عشان الموضوع ده بيفرق معايا جدا. اعمل لايك و5 كومنتات عشان الريتش واقع يعني. هنعمل ايه؟ نعمل 5 كومنتات وشير بقى مع صحابنا كده عشان نكبر ونتضخم، ويعني بص يعني اعمل بس شير، اعمل اللي بقول لك عليه، وهسيب لك الانستا في اول كومنت وفي البايو تحت، يا ريت تخش تعمل لنا فولو، وخلي اصحابك برضه يعملوا فولو، عشان هنعمل جوائز على الانستا. هنوزع عربيات نقل، هنوزع عربيات نقل، مش هنوزع عليها عربيات نقل على الانستا، ما علينا. تعالى بس على الانستا، تعالى. فيديو النهارده مش زي اي فيديو، النهارده هنتكلم عن ماما دهب. مين ماما دهب؟ واحده بتعمل اكل، بس هي بتعمل اكل. في بقى ضجه ونوش كتير حواليها وتصوير، وهروح عند ماما دهب، وفي ناس بتقعد تستنى 3 ساعات بجد، بيروحوا يستنوا كده، يقعدوا 3 ساعات كده مستنيين ماما دهب تعمل لهم سندوتشين كبده وسندوتش بانيه مثلا، بس ويفضل قاعد كده 3 ساعات. الله يا سلام، الله، طعم الترند رائع يعني، غريب قوي. عادي اي سندوتشين كبده وبتاع، انا ما رحت لهاش لحد دلوقتي يعني، ممكن اروح لها، ممكن اروح اجربهم، بس مش عارف ايه رايها بعد الفيديو ده، بس ما علينا. فدلوقتي احنا فهمنا ان ماما دهب مش عربيه كبده عاديه، لا دي حاجه بقت ترند، فيلا نروح نشوف بقى ايه المميز مثلا في عربيه الكبده، او مميز في ماما دهب بنفسها. قرب مننا الحنينين يا رب، قرب الحنينين يا رب، هو في ايه البدايه دي؟ ان شاء الله يقربوا يا رب يعني. وكفينا شر ولاد الحرام يا رب، ابعد عنا ولاد الحرام يا رب. قولوا امين. حضرتك انا قلت امين اهو، امين يعني، فاهمه؟ بس انا جاي اكل بقى، ما تطفحناش اللقمه قبل ما ناكلها يعني، خلاص بقى مش هقعد بقى طول ما انا قاعد اكل واحده تطلع كده تقول كام حاجه كده، ويعني ربنا قرب مننا حنينين يا ست، انا مش معترض على حاجه، بس يا فاهمه يعني سيبينا ناكل بقى في حالنا. امين يا رب، امين امين امين. بس كده، ده محتوى عربيه اكل. انا ما شفتش اكل لحد دلوقتي، انا شفت واحده طالعه بتدعي والناس بتامن وراها يعني، فاهم؟ ده دلوقتي ما مش بالنسبه لي مش محتوى اكل، او مش فاهم ايه المحتوى ده. عارف ايه اجمل حاجه فيك؟ اجمل حاجه فيا انا؟ طب مشي الراجل وقولي لي، انا عايز اعرف ايه اجمل حاجه فيا. انك بتراضي كل اللي حواليك. ربنا يخليك يا ماما دهب، الله يعزك يعني بقى، بس مشي الراجل وكملي لي يعني، مشي الراجل. وبتذكر حبايبك، الله يسعدك. الله يخليك يا ماما دهب، والله ده كتير عليا بقى، بس مشي الراجل يعني، الراجل عايز ياكل، بص قاعد بيبص الاكل ازاي، عارف ايه؟ خلصيني بقى يعني، مشيه وكملي دعائك يعني، كملي، انا مبسوط. إلهي يهنيك، إلهي ما يوجع قلبي عليك، إلهي ما أشوف دمعة نازلة من عينيه. شفت ان انا مقدر ان انت بتدعي لي او بتدعي لحد، انا مش عارف بتبصر الكاميرا وبتدعي، بس يعني فاهمه الراجل زهق خلاص بقى يا عم، يشرب مش جعان يا عم، مشي. يا ماما دهب ادي الناس اكلها وادعي لي عادي، انا مش ما عنديش مشكله. يا طيب يا حنين يا قلب أمك يا قمر، صباح الفل حبيبي، صباح الفل. بعد ما شفت الفيديو ياخدها مني نصيحه بقى، لما ماما دهب تطلع فاهم وتلاقي الكاميرا دارت وماسكه الاكل، انتش الاكل واجري، عشان هتقعد بقى تطول، فاهم؟ هتلاقي الاكل بارد اصلا، فيعني تخيل تقعد 3 ساعات تستنى اكل وفي الاخر تاكله بارد يعني، كله على طول شده من ايديها. تصدق بالله أنا بحبك. انا مقدر ان انت ماما دهب وبتعاملي على الناس كلها على اساس ان انت امهم، بس مين ده مين؟ لازم تروح للدكتور. انا ما اعرفش هو ماله او ربنا يعافيه، ما اعرفش فيه ايه، بس يعني فهمينا. طيب انت فيديو كده دور يا ابني الكاميرا، انا بحبك، لازم تروح للدكتور. والواد واقف فاهم. احنا مش فاهمين حاجه يعني، يا ريت تفهمينا او اكتبي حتى حاجه فهمينا عشان خاطري أنا بكره هكبر، هبقى محتاجاك، هتسند عليك وتعجز عشان خاطري. كده. ده مشهد تمثيلي عشان الواد ولا شبهها يعني، ولا شكلها امه في الحقيقه، فاهم؟ متعجز عليه ايه، فده تمثيل. فيعني تخيل بقى انت تقعد كده تاكل سندوتشين كبده وتقعد تتفرج على ماما دهب وهي بتمثل يعني، فوصلوا الفيديو ده 10000 لايك، يمكن نروح يعني، لو وصل 10000 لايك وعد ابقى اروح لماما دهب، بس خلال الشهر ده بس. عشان خاطري وعدني لازم تروح للدكتور.
هتروح بالله عليك. معلش يا ماما دهب اشرحي لنا الحاله، انا اللهم صل على النبي الواد واقف كويس، هو عادي واقف وبيسمع الكلام فاهم، فاشرحي لنا ماله. ما تحرمش مني، تطلب يا رب مجبور الخاطر، يا رب يوجع قلبي عليه، واسمع يا رب ان خلاص ان شاء الله يتم الشفاء على خير يا حبيبي. انا لحد دلوقتي ما اعرفش انت عندك ايه، بس يعني ربنا يتم شفاك على خير يا معلم، واللي بعده بقى هتفرح. هو ده ماما دهب، يعني انا استنى 3 ساعات وابقى واقف كده هتطفح وتمشي ومبتسمه ليه؟ طيب هتطفحيني كمان فيها ماما دهب. اتأخرت في جوازك؟ بص ماما دهب كده مفيش اي حاجه بتحصل، تطلع مره واحده كده من ورا العربيه. اتاخرت في جوازك، ربنا يفرحك يا رب، ربنا يا رب يعني تبقي احسن واحده في المتجوزين، يعني هتتجوز سوبرمان يعني ما اعرفش ايه المشكلة؟ ايه المشكله يعني. ولا حاجة حصل. بكرة بإذن واحد أحد قادر كريم يديك خزينة الشباب سيد الرجالة، يسترك من ساسك لراسك. انا مقدر ان انت بتنشري طاقه ايجابيه في المجتمع بس بطريقه كرنج فاهم، انا مش فاهم ايه علاقه الكلام ده بالاكل، يعني الموضوع بالنسبه لي غريب، ولا انا بس اللي بالنسبه لي غريب، ولا في ايه؟ لراسك. قولوا امين. ايه امين. تاني برضو انا قاعد باكل كده فاهم، قولوا امين امين. مخلل بقى ما دهب. معلش يا دهب بس اكتب لنا في الكابشن بس وضحي لنا مين دول، ولا دي مشاهد تمثيليه فاهم، انت بتحبي تمثلي فبتعملي كام مشهد كده في كل فيديو مثلا. تعبان؟ ايه ده انت بجد تعبان؟ طب تعبان ما تريح. تعبان ما تريح روح امك ده انا جايبها في ثاني. معلش ايه العيال اللي بتروح تذاكر عندك ده؟ احنا كده بقينا في سنتر، ما بقناش على عربيه كبده، كل ما واحد هيروح كده يمسك لك ايه، انا هحل اللي مش عارف ايه انت خلاص يا ابني انت كده كيف ده مش اكل، روح ادفع على الاكل اللي هتاكله وامشي. بسم الله بحرصك وصيدك يرضيكي ويحسن ما بين ايديكي. طب مش عارفك انها بتذاكر، يمكن بتكتب مثلا وصيتها عشان هتنتحر فاهمه، فانت كده جددتيها اكتر فاهمه. طب والله ما كاتبه وهنتحر، واعرفوا السبب بقى انتم من نفسكم، انا مش عايز اعرفكم اسباب اصلا انتحاري. يكفيكي شرهم يا رب، اللي راشقين عينيهم في كل خطويك، والله العظيم يا بنتي راشقين عينيهم في كل خطويك. مين يا ماما دهب اللي راشقين عينيهم في كل خطويها؟ او انت عرفتي ازاي يعني؟ والله راشقين، بتحلفي بالله يعني ربنا يسامحك ويكرمك وما يوجع قلبي عليكي، البنت غلبانه يا رب يا رب تنجح. قولي امين يا بنت، ادعي اختك يا بنت امين يا رب تنجح. الحمد لله خلت البت بس التانية تقول امين، مش الناس يلا امين يلا امين فاهم، كل يوم تروح تفطر كده عند ماما دهب او تتغدى فاهم، تلاقي الناس كلها امين وبيسقفوا وبيعملوا حاجات غريبه فاهم، وسقفه السباعيه اللي هي بتاعت المدرسه دي اللي هي ما علينا. ماشي يا شكرا اتفضل. من يلتفت لا يصل. طيب يا ماما دهب انا مش هلتفت، وشكرا على النصيحه، شكرا. كمل طريقك، انت الاقوى. سقفه كبيره لماما. بجد انا بص حاسس بكرنج غبي فاهم، اللي هو انت انا قاعد باكل، قاعد رايح اكل رايح عربيه كبده، افرض انا ما اعرفكيش يا ماما دهب، ما اعرفكيش من السوشيال ميديا وجاي اكل مثلا، لا وانا ايه وبتسقف وقاعد كده اقول امين فاهم، انت في ايه؟ انا فين؟ انا جاي اكل، اطفح اللقمه يا جدعان، سيبوني اكل يا جدعان. المشكلة عشان اصور فيديو 4K. ماما ادعي لي ادعي لي والنبي. طب يا اسطى هل دعوه ماما دهب مستجابه؟ طب والله هنزل دلوقتي اروح لو دعوتها مستجابه، يعني فهموني اكتبوا في الكومنتات فهموني دعوتها مستجابه. طيب بص زياد مش الدرجات. بص ايه ده مش الدرجات دي ليه؟ مش انت بتدعي لي؟ قول لها اسم امك بقى زياد، يعني عرفها اسم امك بقى. يا ابني زينب. بص الاستورج. اكيد واحد روش بعد الفيديو ده جه زي زياد قال له امك اسمها زينب يا ابن زينب. 3 2 1 اكشن. ايوه كده عايزك تخرجي يا ماما دهب، يعني بص بتصور وبتخرج وبتالف، بتطلع بكام دعوه حلوين كده وبتعمل حاجات غريبه. بكره احلى. ايش عرفك بقى يا ماما دهب؟ دي حاجه بتاعت ربنا، ما مش عرفنا في ايه بكره. بكره احلى ببركه بسم الله الرحمن الرحيم. بكره احلى
ببركه الصلاه على سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. دي احلى حاجه في الفيديو يا ماما دهب عليه افضل الصلاه والسلام. يا ريت كلنا نصلي على النبي دلوقتي عشان ناخد ثواب وانا اخد ثواب وماما دهب تاخد ثواب، كلنا ناخد ثواب. بكره احلى بدعاء ابوك وامك وكل اللي بيحبوك. بكره احلى بقلبك الطيب بجدعنتك بتبقى. خلاص يا ماما دهب عشان انا بجد جالي حموضه مش عارف ليه، فيعني كفايه كده ماما دهب النهارده. وبكده يا جماعه خلص الفيديو بتاع النهارده. لو لسه ما عملتش لايك يا ريت تعمل لايك واعمل 5 كومنتات كده، واحلى كومنت على الفيديو اللي فات ده بالمناسبه، وده كمان احلى كومنت، وده كمان احلى كومنت. فاعمل كومنت حلو عشان نحط الفيديو الجاي هنا او هنا، يعني انت عرفت الكلام فين بقى. وتعالى على الانستا، يعني سايب لك الانستا في اول كومنت وفي البايو تحت، يا ريت تخش بقى تعمل فولو يعني، واعمل شير مع صحابك. انت نسيتني، شفت نسيتني، اعمل شير مع صحابك عشان عايزين نكبر بقى كده، فاهم يعني، نفسي نكبر كده ويبقى عندنا مليارات المشاهدين والمليارات المتابعين، فاهم انت متخيل يا ابن يا ابني. وبكده يا جماعه خلص الفيديو بتاع النهارده. لو لسه ما عملتش لايك يا ريت تعمل لايك واعمل 5 كومنتات عشان نحط الكومنت الحلو هنا او هنا او هنا. وبكده يا جماعه خلص الفيديو بتاع النهارده. لو لسه ما عملتش لايك يا ريت تعمل لايك ويا ريت تعمل شير مع صحابك عشان عايزين نكبر، عايزين نكبر الجيش وعايزينك الجيش العالمي. نسميها عيله العالمي ولا الجيش العالمي؟ يا ريت تقول لي في الكومنتات تحت، وصلي على النبي في كومنت واعمل 5 كومنتات عشان احلى كومنت على الفيديو اللي فات ده، وده كمان احلى كومنت، وده كمان احلى كومنت. فيا ريت تعمل فيديو، يعني اعمل كومنت حلو عشان نحطه الفيديو الجاي. وبس مستنيك على الانستا، يعني اعمل فولو عشان بنعمل تحديات حلوه هناك، يعني هتتبسط معانا. وبس كده، السلام عليكم.